الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في رحاب آية من كتاب المولى تبارك وتعالى نتجول في هذا الطقس المطير وفي ظل هذا المطر الغزير. يقول ربنا تبارك وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. نزول المطر بهذه الغزارة يذكرنا بنعمة من نعم المولى تبارك وتعالى، جعلها المولى تبارك وتعالى آية على وجوده تبارك وتعالى وعلى أنه هو الخالق الوحيد الرازق المدبر لهذا الكون. عندما دعا المولى عز وجل البشر ليتفكروا فيما بين أيديهم من نعم وآلاء، إذ يقول في القرآن الكريم: أفرأيتم ما تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ثم يذكر هؤلاء البشر بنعمة المولى تبارك وتعالى التي خلق منها كل شيء، فيقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الماء نعمة يمتن بها المولى تبارك وتعالى على عباده المؤمنين، فيقول جل شأنه: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فكانت نعمة نزول المطر من المولى تبارك وتعالى تطهيرا لقلوب عباده المؤمنين، وإبعادا وإقصاء للشيطان عن نفوسهم وقلوبهم، وتثبيتا لأقدامهم في مواجهة أعدائهم من الكافرين والمنافقين. الماء نعمة دعا المولى تبارك وتعالى المؤمنين ليحافظوا عليها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يصون المسلمون هذه النعمة. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم الذي يتوجه به إلى المولى تبارك وتعالى وكأنه يذكر أتباعه جماعة المؤمنين بعظمة هذه النعمة وبقيمة هذه الفائدة من لدن المولى تبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى المولى تبارك وتعالى مذكرا نفسه ومذكرا المؤمنين من بعده بعظمة هذه النعمة قائلا: اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. وكان يحمد المولى تبارك وتعالى على نعمة الماء البارد. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين على صيانة هذه النعمة والحفاظ عليها حتى وإن كان في شؤون العبادة، إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد بن أبي وقاص يوما وهو يتوضأ وقد وجده يسرف في استخدام الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا ومؤنبا: ما هذا السرف يا سعد؟ فتساءل سعد بن أبي وقاص: وهل في الماء من سرف؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه إجابة واضحة: علينا أن نضعها نصب أعيننا في صيانة هذه النعمة وترشيد استخدامها واستهلاكها وتعظيم استثمارها والاستفادة منها، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوضوء ثلاثا فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فكان الإسراف في استهلاك المياه واستخدامها إساءة وتعديا وظلما، حتى وإن كان في الوضوء وهو لون من ألوان العبادة. ولعلي أذكر حضراتكم بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يحث المسلمين على الصدقة حتى وإن كان بالماء، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة الماء. ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين لا يدركون قيمة المياه ولا عظمة فائدتها ولا عظمة النعمة التي أنزلها علينا المولى تبارك وتعالى فيها، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان له فضل ماء فليعد به على من لا فضل له. ويحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكار المياه ومنعها عمن يحتاج إليها، فيقول صلى الله عليه وسلم أن الناس شركاء في ثلاث:
الماء والكلأ والنار. هنا عندما نضع هذه النصوص إلى جانب بعضها البعض ندرك قيمة هذه النعمة وعظمة هذه الفائدة التي نحن جميعا مدعوون إلى استخدامها واستثمارها بأفضل الطرق وأفضل الوسائل. نسأل المولى تبارك وتعالى أن نكون جميعا ممن يحفظون نعم المولى تبارك وتعالى عليهم، وأن نكون جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.